اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفيديو. بغيت نقول برو كاع الناس اللي تواصلوا بالكونترات هذا شهر 7، وكذلك علاش غادي توقفوا الكونترات في شهر 8 وما غاديش يبقاو يخرجوا حتى يدوز هذا الشهر ان شاء الله، حتى البدايه ديال شهر 9 عاد يقدروا يخرجوا الكونترات من بعد. كذلك غنتكلموا على الزلزال اللي ضرب هنا في ايطاليا، في الجنوب الايطالي بالضبط في المدينه ديال كوزانس. ما نطولش عليكم بزاف وغندخل مباشره في الموضوع. كما شفتوا هاد الايام ضرب واحد الزلزال اللي وصل القياس ديالو 5.2، وكان خطير جدا، لكن الحمد لله ما كانش عنده اثار يعني بشريه على الانسان او ماديه. وحنا كنشوفوا ايطاليا كتعيش حاليا براكين في الجنوب، وكذلك زلازل الحمد لله ما كتكونش قويه لواحد يعني 7 او 8 او 6، حاليا كتروج في حوالي 4 5.2. الحمد لله ما كايناش اضرار بزاف. وكان هذا الزلزال كان خفيف. كنتمناو ان ما تكونش هناك زلازل اخرى مضره في المستقبل. ندوز الموضوع الثاني، هو عقود العمل والكونترات اللي بداو كيخرجوا والكوطه فين واصله بالضبط. بالنسبه للرونديفو راه وقعت مشاكل في الرونديفو، كاين يعني عشوائيه في التسيير. يعني كنشوفوا التيكي ديال الرونديفو كيوصل يعني 350 360 370 380، واحد شويه كيرجعوا 330 340. يعني ما بقاش هذيك التراتبيه على مستوى الارسال المواعيد. الحمد لله كانت من قبل وبنادم كان تيعرف الترتيب ديالو وبالتالي كيتسنى. دابا حاليا ولات العشوائيه، ويعني ما حتى واحد ما فاهم شي حاجه. اللي خاصكم تعرفوا خاصكم ديروه هو تبقاو تراقبوا الايميل ديالكم كل صباح. يعني انت كتهز التليفون اكثر من 4 سوايع في النهار، فراه يمكن لك مباشره انك ما تاخذ التليفون ديالك تراقبوا الايميل ديالك واش جاك رونديفو ولا لا، ودائما تبقى دير ميساجور الايميل باش تشوف واش خدام الايميل ديالك، لان بعض المرات يقدر يجي وما تشوفش الميساج، وبالتالي يعني تضيع بزاف ديال الوقت. خاصكم تبقاو تراقبين. وكاين بزاف ديال الناس وقعوا لي مشاكل على مستوى هذا الرونديفو، فراه جا الرونديفو ما شافوش، حتى كيقلب لقى راسو عنده رونديفو غدا في الصباح، ولا راه كان داز عليه الرونديفو هذاك النهار. يعني راه كاين بزاف ديال المشاكل يوقعوا بحال هادشي. والا دازك الرونديفو فاطلع مباشره حاول انك دير شي حل باش ما تجاوزش المده اطول على الرونديفو اللي كان عندك. هادشي اللي كان في الفيديو. ان شاء الله غندوز مباشره على مستوى الكوطه فين واصله بالضبط في العملات. كاين العملات الاسندريه راه طلع التوقيت ديالها على مستوى بادانتي ل 9 و36 دقيقه، فراه الحمد لله التوقيت راه جد مفرح وجد يعني كما كيقولوا غادي يعطي احتماليه وامكانيه بزاف ديال الناس انهم يدخلوا الكوطه. شي ناس سولوني العماله ديال جينوفا فين وصلت بالضبط، فالحمد لله جينوفا واصلت 9 دقائق موديل بي 2024 اللي دافع نهار 18 في شهر 3. بالنسبه للموديل 9 و3 دقائق. بالنسبه راغوزا ل 9 و6 دقائق الموديل بي، والموديل سي 9 و10 دقائق. هاد العملات راه كان عليهم تعالق بزاف، داكشي علاش حاولت نجاوب على هاد العملات. الا بغيتي نجاوبك حتى انت خلي اسم العماله دافع والتوقيت والموديل بي ولي سي، وان شاء الله راه غنجاوب في اقرب وقت ممكن. الا المشكل كيوقع هنا التعاليق، فراه كيكونوا التعاليق بزاف، وبالتالي فراه دائما التعاليق الاخر هو اللي كيبقى يعني هو اللي كيتشاف الاول. داكشي علاش دائما تبقى تكرر التعاليق ديالك باش نشوف التعليق ديالك ونجاوبك في اسرع وقت ممكن. اللي عنده تعليق اكثر من 4 تعاليق فراه كتكون امكانيه انه يكون هو في اول يعني في الترتيب الاول على مستوى التعاليق. بالنسبه لعمليه البادوفا فراه واقفه في 9 و4 دقائق في الموديل ديال بي، اما الموديل ديال السي واقفه في 9 و23 دقيقه. بالنسبه للعمله ديال الباري راه واقفه في 9 و5 دقائق على مستوى بادانتي، و9 و6 دقائق على مستوى السي اللي هي من العقود الموسميه. بالنسبه للعمله ديال بولونيا تقريبا هي المفاجاه اللي بغيت يعني نفاجئكم بها نظرا لكثره التعاليق والاسئله اللي مهتمين بها. داكشي علاش قررت انني نتكلم عليها في الفيديو. فراه واقفه في 9 و5 دقائق على مستوى البي، و9 و18 دقيقه على مستوى السي. هادشي اللي كان في الفيديو. ان شاء الله الا مهتمين بعملات اخرى خليهم لي في التعليق مرفوقين باسم العماله وكذلك التوقيت والموديل بي او سي. تلاقوا في فيديوهات اخرى بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله. السلام عليكم.